ازيكم حبايب قلبي؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى خبز الملوح في منتهى الجمال، ما شاء الله عليه، والطريقه سهله وجميله، وشايفين مورق ازاي وريحته تحفه. الله عليه. عملنا الساده وعملنا بحبه البركه، وزي ما انتم شايفين اللقمه طريه جدا، وياريتكم تجربوه وشوفوا الملمس بتاعه تحفه ازاي، تحفة. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف بقى المقادير يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمة كوباية من المية عادية، معلقة صغيرة من السكر، ورشة من الملح. هقلبهم تمام لحد ما يختفوا معايا، وهنزل بقى طبعا بالكوباية دي في البولة كده زي ما انتوا شايفين. ومستخدمة نص كيلو من الدقيق ونخلاه. هنشوف هنحتاج مع بعض مية تاني ولا لا. هنحتاج، خدنا كفايتنا، يعني اعتبر كوباية ونص من المية. تمام كده اهوت. انا طبعا هديها طبعا ضربتين تلاتة كده على الرخامة لحد ايه التلزيقة دي ما تروح. انا عايزة برضو عجينة لينة زي ما انتوا شايفين. هقطعها طبعا حسب اللقمة ما احتاجها. طبعا مش معمولة بخميرة، يعني هنسيبها تريح بس، مش هنقول بقى تختمر ولا حاجة. هتقعد بس 10 دقايق تريح بس عشان تتفرد معايا. تمام. بعد ما خلصت الكمية اللي قدامي اغطيها بقى واسيبها تريح كده 10 دقايق بس. تمام اوي كده اهوت. انا عندي زبدة اهوت، وعندي حبة من الزيت. هدهن بس بقى الرخامة اللي هفرد بها ايه الرغيف الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرده زي ما انتوا شايفين اهوت. تمام اوي كده اهوت. هدهنها بقى بالزبدة كده. تمام اوي كده اهوت. هلفها كده زي رول كده اهوت، من هنا ومن قصادها كده، وهقابلهم مع بعض كده اهو. تمام اوي كده. واروح لفاها اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. واجيبها كده من تحت كده اهو، واسيبها بقى ايه تريح. نعمل واحدة تاني مع بعض اهوت حبايبي. شايفين العجينة ريحت معايا، هي بتتفرد معايا بسهولة. صدقوني لقمة جميلة جدا وهتعجبكم قوي، وسهلة ومخلفناش ولا اي حاجة. كل ده عندنا في البيت، ما اشتريناش حاجة من بره. وممكن تعملي كمية تحطيه في الفريزر وتطلعيه كده من وقت التاني تحطيه في الفرن اكنك لسه عاملاه. هينفعك في كل حاجة. كوباية شاي بحليب، كوباية شاي سادة، حبة عسل، تحفة بصراحة ربنا. هخلص كل الكمية وارجعولي تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بعد ما خلصت الكمية برضه هسيبه يريح برضه تاني كده زي ما انتوا شايفين عشان يفردوا مع بعض كده اهوت. انا حاطه طاسه على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين اهوت. حطيت بس مسحه من الزبده ومعلقه من الزيت. تمام كده اهوت. يسخن معايا بس موطيه عليه لحد ايه ما افرد ايه الرغيف معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هحط برضو دهنه من الزيت تاني برضو اهو. هفردها كده برضو بالراحه كده اهو لحد ما عماله تبقى دوران معايا. تمام اوي كده اهو. احط بقى حبه البركه كده من فوق. هشيل بقى ايه الرغيف ده معايا كده بالراحه اهو. هفرده طبعا في الصينيه زي ما انتوا شايفين اهوت. ما شاء الله عليه. نعمل واحد تاني كده على بال ما الرغيف معايا يحمر من فوق ومن تحت. تمام اوي كده اهوت. حبة البركة برضو. شايفين سهل وبسيط ازاي. هنقلبه كده الرغيف اللي احنا عملناه اول مرة اهوت. شايفين لونه تحفة ازاي. الله عليه وعلى ريحته بقى تحفة. تمام اوي كده اهوت. هخلص كل الكمية عشان ما اطولش عليكم في الفيديو حبايب قلبي، وارجعوا لي تاني. الله عليه وعلى ريحته، ما خدناش من وقت ولا اي حاجة، واسهل منه ما فيش. وكل ده بنص كيلو من الدقيق وبس. شايفين ولا التورقات بتاعته عامل زي الفطير بالظبط. تحفة.
عملنا السادة زي ما انتوا شايفين اهوت، وعملنا بحبة البركة. ممكن تحفظيه في الفريزر على فكرة، وسهل وبسيط. يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش علينا بقى بالشير واللايك والاشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.